هذه الحركة الشاعر العظيم أحمد عبد المعطي حجازي. كنت قد أعددت كلاما كثيرا أحاوره به، لكنني أؤثر الآن أن نكون جميعا ضيوفا على حدائقه الشعرية. أؤثر أن نستثمر هذا الوقت في الاستماع إلى إحدى ورداته من أحدث حدائقه: لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا فجأة وجلست على مقعدي. قصيدة نحت من ديوان طلل الوقت. تفضل أستاذ. لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا وجلست على مقعدي. لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا وجلست على مقعدي. زائر غامض جاء كالظل متشحا بثيابك ثم تجرد لي وتفرد في ركنه المفرد. فاتركيه بمفترق الوقت وابتعدي، سوف أكشف عن سره وأحاوره بفم ويدي، وأذكره بطفولته، بالزمان الذي يسبق الذكريات، وبالكلمات التي ليست تنطق لكنها عربتات دم، لكنها عربدات دم فرح بالصبا ذاهل عن صباح غد ومساء غد. وليكن نميرا جائعا سأصب له قدحا من نبيذ وأشعل من أجله موقدي. أو يكن فرسا جامحا تتماوج أعرافه في السراب، سأتبعه في السراب إلى أن أعود به آخر الأمد. لا أروضه كيف أمسك بالبرق، كيف أشد على جمرة الروح بالمسد، بل أراقصه طيلة الليل
حتى يعود معي في الضحى مرمرا صاحيا يتفجر حرية في المكان ويرتع جذلان في زمن سرمدي، كاشفا عن نقاء سريرته يتعقب شهوته ويلملمها من أماسي ضائعة وحدائق موحشة، ويصور من عريه الداخلي رؤى تتجلى مشاهدها فوق أعضائه مشهدا يتفتح عن مشهده. ويصور من عريه الداخلي رؤى تتجلى مشاهدها فوق أعضائه مشهدا يتفتح عن مشهده، في شفوف من الظل والنور تنهل من فوقه مطرا غسقيا، وترسم أنفاسه نبضات منمنمة، وهو يخلع من نسجها الحي أو يرتدي. كلما مد ساقا أو انفلتت منه تنهيدة أو أقام يكشف عن جيده الناصع الأغيد ويمسد من شعره الفاحم الأسود، وقف الوقت في لحظة ثم عاود إيقاعه من جديد، يظلل تحت ربا غضة ويشعشع فوق ذرى نهدي مثل ينبوع ماء ترقرق فوق حصن، فسجى معتما في الظلال وأشرق إشراقة الزبد. قلت للجسد وقد انطفأت في مدى الليل جذوته، واستحال إلى فكرة تتماثل في خلدي. قلت للجسد عد كما كنت يا سيدي، غير أن الذي كان لم يعد.